في قرارات اتاخدت وانت صغيرة لو بعقليتك دلوقتي هتاخديها؟ طيب هو احنا نرجع لسؤال كان في اول الحلقة، لو رجع بيكي الزمن هتاخدي كل حاجة او هتعيشي كل حاجة انت عملتيها؟ انا قلت لك اه. فانا بالنسبة لي حتى القرارات اللي انا خدتها وانا صغيرة وهي غلط كنت هعيدها تاني. النضج تمام. اللي انا وصلت ليه مش من قليل، ده كان من القرارات اللي انا خدتها. أوقات السكوت بيبقى أصدق من 1000 رسالة، بس احنا قررنا نكتبها حتى لو مش هتوصل. اهلا وسهلا بيكم في حلقتنا النهارده. حلقتنا النهارده مختلفة شوية، معانا ضيف برايفت قوي بيحب الخصوصية وحابب يحكي، فضيفنا النهارده هيكون موجود لكن مش هيكون ظاهر. هنبدأ نسأله شوية أسئلة عن نفسه وهو هيبدأ يجاوبنا بشكل مختلف. نرحب بالضيف اللي موجود معانا النهارده. ايه الحاجة اللي لو رجع بيك الزمن مستحيل تعمليها؟ في ناس معينة كنت هكسر عينهم. كنت ايه؟ كنت هكسر عينهم. كنت هتكسري عينهم. تمام. اوقات كنت محتاجة شخص معين وما استناش. هو مش حكاية ما استناش، هو سابني ومشي بمزاجه. بمزاجه. في رسالة وصلت بدري كانت هتفرق؟ كانت هتفرق شوية. هتفرق في وجود الشخص ده؟ معاك رسالة وهتقولها لشخص مش موجود، تحب تقول له فيها ايه؟ شخص مش موجود؟ تحب تقول له فيها ايه؟ انت خسرتني. تمام. طيب لو الرسالة دي آخر رسالة تقولها في حياتك تقولي فيها ايه؟ لشخص معين ولا لنفسي؟ لشخص معين الأول. ما انا قلت لك لو في رسالة هوجهها لشخص معين فانا هقول له انت خسرتني. طيب لنفسك؟ برافو عليك بصراحة، استحملت كتير قوي، حاجات اكبر من سنك، حاجات كانت كبيرة عليك جدا وتقيلة، بس انت عديتي بيها وقدرتي تقفي تاني. طيب لو رجع بيك الزمن الحاجات دي كنت هتخش فيها؟ كلها. كنت هتخش فيها ولا؟ كنت هدخل فيها كلها. يعني رجع بيك التجربة هتختاري برضه نفس الطريقة؟ نفس التجربة تاني. هي بوظت حاجات جوايا بس وصلتني لمرحلة نضج انا كنت مستحيل اوصل لها بهدوء، او كنت مستحيل اوصل لها بالعقلية اللي انا كنت بفكر فيها والتعامل اللي انا كنت بتعامل بيه مع البشر عموما. تمام. امتى حسيت ان ربنا انقذك؟ كتير قوي. اذكر لنا منهم حاجة كده. مرحلة الثانوية بالنسبة لي. ده كان بالنسبة لك انقاذ من ربنا؟ هي كانت خطة، يعني أنا كانت بالنسبة لي إن ده كان تعب وإن ده كان حاجة صعبة بالنسبة لي إن أنا أتخطاها عموما، بس لما قعدت وفكرت لا عرفت إن فعلا دي كانت حاجة من عند ربنا كده عشان تنقذني. دخلتني في مرحلة الوعي عموما، أنا طلعت من مرحلة اللاوعي لمرحلة اسمها الوعي. تمام. بس مفيش حاجة خدتها بهدوء. تمام. لو تقدري تمسحي حاجة من حياتك هتمسحي ايه؟ لو هقدر امسح حاجة من حياتي همسح ايه؟ اشخاص. هتمسحيهم؟ مش عايزهم اصلا في حياتك؟ مش عايزاهم خلاص، الناس دي كانت بالنسبة لي حاجة، دلوقتي هي بالنسبة لي ولا اي حاجة. فانا كل اللي موجود معايا منهم ذكريات بس مبقتش تلزمني. شخص وبتفتكري في رمضان؟ سؤال تاني ومش عايزة اجاوب. ماشي. في شخص سامحتيه بس الوجع لسه؟ حابة توجهي له رسالة؟ حابة اوجه له رسالة؟ ان العيب كان عندك، انت معرفتش تشوف اللي قدامك، معرفتش تفرق بين اللي حبك وبين اللي كرهك، معرفتش تفرق بين اللي كان عايزك في حياته واللي كان بيتسلى بيك وبيلعب بيك. فانت في الاخر انت الخسران. تمام. هو في الاخر خسر. النعمة حاسة بيها اليومين دول؟ نعمة حاسة بيها اليومين دول؟ اني عرفت اقعد وارتب افكاري من تاني وارتب حياتي من تاني. تمام. ايه اللي ناقصك في حياتك عشان تحسي ان انت تمام وكويسة؟ سؤال صعب. هتجاوبيه؟ ممكن سؤال تاني؟ ايه اللي ناقصك في حياتك عشان تحسي ان انت تمام وكويسة؟ صحتي. صحتك؟ فرقت شخص عزيز عليكي؟ قوي. هو لحد الآن موجود؟ موجود.
نفسك توجه له رسالة؟ ما يفرقش السكوت اوقات بيكون تقيل. جدا، بس بيبقى افضل حل. افضل حل اه بالنسبة لايه طيب؟ يعني انا ممكن يكون شخص عزيز عليا مثلا فوجعني، انا مش عايزه اعاتبه، او انا لو رديت عليه بكلمه انا هجرحه اضعاف الجرح اللي هو جرحهم، فبالنسبه لي السكوت بيبقى افضل حل. شخص نفسك تشكريه؟ شخص حابه اشكره، شخص كانت اول معرفتي بيه من حوالي سنه، ده اكتر شخص بيسندني، بيقف معايا دايما، بيدعمني في كل حاجه، عمري ما احتجت له في حاجه وقال لي لا، او عمري ما احتجت منه انه يعمل لي حاجه وقال لي لا. دايما بيشجعني في كل وقت، كان بيبقى معايا، كان دايما يقول لي اعملي ده الصح، ده الغلط، ابعد عن ده، بس كل حاجه كانت بطريقه كويسه، مش اللي هو يعني مش اعملي ده عشان ده الصح، لا انا بقول لك ده الصح وانت عايزه تعملي ايه، بس انا معاكي. يعني هي كانت اكتر حاجه بتفرق معايا كلمه انا معاكي، او امشي وانا معاكي. تمام. الشخص ده لو اختفى من حياتك هموت مش هضيع. في رسالة حابة توجهها لشخص في الحياة بس هو مش موجود معاكي؟ هو كان لطيف كده، صغير، طوله لا يتعدى 8 سنتي، وهي بنتي. تمام. هي مش موجودة معاكي؟ لا مش موجود. تمام. حابة تقولي لها ايه؟ حابة اقول لها ان انا بحبها قوي، هي عموما النفس اللي انا بتنفس عشانه، هي السبب اللي انا بنجح عشانه، هي السبب اللي خلاني اخدت خطوة التعليم عموما، لان عايزاها لما ترجع تلاقي مامتها قوية تقدر تتسند عليها، وفي نفس الوقت تفتخر بيا. تمام. حضنتيها كم مرة؟ هي حاجة ما تتعدش، يعني ما اقدرش اعدها، بس كل اللي اقدر اقوله ان هي كان حضنها احن واحلى حضن بالنسبة لي. عدم وجودها مؤثر قوي في حياتك؟ مقويكي؟ اللي مقويني الوجع. تمام. ده اللي مقويكي. هل هي لو جنبك كنت هتعرفي توصلي لكده؟ بصراحة مش هكدب، لا. بتعملي المستحيل عشانها؟ اكيد. نفسك تقولي لها رسالة كأم لبنتها؟ عايزة اقول لها ان انا بحبها قوي، وهي وحشتني قوي، وهيجي في يوم وهنبقى احنا الاتنين مع بعض، وهعوضها وهي تعوضني عن كل دقيقة احنا عشناها بعيد عن بعض. تمام. وان انا كده كده مستنياها، وان انا كده كده هاخدها وهتبقى في حضني، وهعوضها عن كل حاجة. طيب. في قرارات اتاخدت وانت صغيرة لو بعقليتك دلوقتي هتاخديها؟ طيب، هو احنا نرجع لسؤال كان في اول الحلقة، لو رجع بيكي الزمن هتاخدي كل حاجة او هتعيشي كل حاجة انت عملتيها؟ انا قلت لك فانا بالنسبة لي حتى القرارات اللي انا خدتها وانا صغيرة وهي غلط كنت هعيدها تاني. النضج اللي انا وصلت ليه مش من قليل، ده كان من القرارات اللي انا خدتها. وبكده نكون وصلنا لاخر الحلقة. مش عارف اشكر الضيفة اللي معايا قد ايه، لانها حكت واتكلمت من قلبها وكلامها وصل للناس كلها. التجربة اللي مرت بيها في حياتها قوتها، ودي رسالة نتعلمها، ان في تجارب في حياتنا مش هنعرف نوصل لها ونكتسب منها قوة او خبرة الا لما نمر بيها. وده نموذج قوي جدا عدت بحاجات في حياتها لو حد عدى بيها كان هيقع ويحبط، لكن هي قدرت تدوس على كل ده وتعدي، وهي سنها 20 سنة فقط. عدت بتجارب قد يكون في ناس في الثلاثينات ما عدوش بيها. كلمة شكرا مش هتوفي المرحلة اللي عدت بيها، ونشكرها على وقفتها وعلى ان هي طموحة وقدرت توصل لكل ده. وسلام.